يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة القادمة في ربع نهائي كأس مصر بعد تأهل الفريق لدور الثمانية بعد الفوز على فاركو ب3 أهداف مقابل هدف في دور ال16. وسيلتقي نادي الزمالك مع المقاولون العرب ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر يوم الثلاثاء القادم 4 يوليو في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وفي حالة فوز نادي الزمالك على المقاولون العرب سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في نصف النهائي، والتي ستقام يوم الاثنين المقبل 3 يوليو في 8:30 مساء بتوقيت القاهرة. والتقى نادي الزمالك مع المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، حيث انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الدور الثاني انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ويسعى نادي الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر للموسم الحالي واستعادة اللقب من جديد لتعويض النتائج السلبية للفريق هذا الموسم وتحقيق البطولة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.